عمرك سألت نفسك هو أنا ليه بتصرف كده؟ هو أنا ليه بختار دي بالذات؟ هو ليه أنا بعمل الحاجة دي بالذات؟ هو أنا ليه ساعات بكرر نفس الأخطاء والغلطات اللي بعملها؟ ليه بعمل كده؟ معاكم تاني حلقة من بودكاست لحظة وعي. احنا طول الوقت فاكرين ان احنا مسيطرين على حياتنا، فاكرين ان احنا دايما بنعمل الصح، دايما بنعمل اكتر حاجة مناسبة لينا. بس الحقيقة ان احنا قراراتنا ومشاعرنا وردود افعالنا مرتبطة جدا بمعتقدات كانت عندنا زمان، او معتقدات ورثناها من الناس اللي حوالينا، سواء المجتمع اللي احنا فيه، سواء اهلنا، سواء اصحابنا. فبالتالي اسأل نفسك السؤال ده لما تيجي تعمل اي حاجة في حياتك. اسأل نفسك هو انا بعمل ده ليه؟ هتلاقي انك انت بتعمل ده لان في ناس اقنعوك زمان ان الحاجة دي مهمة، ممكن ما تكونش مهمة بالنسبة لك. هناخد مثل لطيف جدا. لما واحد بيكون بيشتغل ودايما مديره بيطلب منه شغل اضافي، هو ما بيعرفش يقوله لا، هو دايما بيوافق. هو بيوافق ليه؟ مش بيوافق عشان هو موافق او هو عايز يعمل كده، هو بيوافق لان هو عنده معتقد ان اللي بيقول لا ده وحش، اللي بيقول لا ده يبقى انسان مش محبوب. احنا اتربينا زمان على ان احنا عشان نحب الناس عشان الناس تحبنا، وعلشان نقرب من الناس اكتر لازم نقول ونكون مطيعين ولازم نسمع الكلام. احنا اتربينا كلنا على كده. فبالتالي الموظف اللي هو دايما المدير بيطلب منه طلبات زيادة ما بيعرفش يقوله لا، مش لانه هو مش عايز. عندنا مثل تاني في العلاقات. البنت اللي دايما بتدخل علاقات وبتلاقي بتقابل نفس الاشخاص التوكسيك، بيكون المشكلة عندها، المشكلة في المعتقد بتاعها. هي عندها مشكلة مع الهجر ومع البعد من وهي صغيرة. ممكن يكون حصل دفء مع أهلها أو مع قرايبها أو مع صديقة ليها وتأذت منه جدا، فهي بقت كل ما بتدخل علاقة بتخاف من فكرة الهجر. فاللي بيحصل إن هي بتدخل علاقة وفعلا ده بيحصل لها، لأن هي معتقدة إن أي علاقة لازم يكون فيها هجر أو لازم يكون فيها بعد، مش مؤمنة بنفسها. إحنا ليه بنعمل كده؟ إحنا بنعمل كده هل عشان ده معتقد قديم عندنا، ولا بنعمل كده لأن إحنا فعلا عايزين نعمل ده بكامل إرادتنا؟ هتلاقي نفسك دايما بتحاول ترضي الناس. هل أنت بترضي الناس كلها لأنك أنت فعلا عايز ترضي الناس كلها، ولا بترضي الناس علشان برضو أنت عندك معتقد معين إن إرضاء الناس دي حاجة هتزود من القيمة بتاعتك، أو هتخلي الناس تحبك أكتر، أو هتخليك أكتر قريب من الناس؟ يعني ده معناه ان انا لو ما قلتش لكل الناس ما سمعتش الكلام في كل الاوقات، الناس هتكرهني او الناس مش هتحبني. دي فعلا الحاجة اللي احنا عايزين نقف عندها. احنا بنعمل كده ليه؟ عشان نبتدي نقف مع اللحظة دي، لحظة وعي بالنسبة لنا، ونبتدي نفكر تاني احنا ليه بنعمل اللي احنا بنعمله. احنا بنبتدي نزود الوعي، بنبتدي نقول للناس انه في حاجات تانية محتاجين ان احنا نفكر فيها عشان نغير شوية في حياتنا، نبقى باصين لمستقبل احسن. وان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم على لحظة الوعي بتاعتنا داخل العلاقات اللي حوالينا.